خارج يعني. طيب وائل وش رايك؟ اعتقد صراحه انه حسب ما فهمت يعني من ملخص الحديث انه هناك مشكل في غياب الاستقرار، وغياب الاستقرار دائما ما يؤدي الى نتائج سلبيه بقطع النظر، حتى لو كانت هناك ميزانيات هناك لاعبين، حاله لا استقرار لا تعطي نتائج ايجابيه. على الاقل ما شاهدته من الجانب الفني مثل ما قال الزميل المتقلي رحيل اليكس تيليس، رحيل تاليسكا، هذه يعني اسباب يعني لا اعرف سبب رحيلهم، لاعبين كبار. ايضا ربما تغيير المدرب، هل ستيفانو بيولي هو الخيار المناسب؟ صراحه انا لما اعلن النصر تعيين ستيفانو بيولي توقعت ان لا ينجح، لانه هذا المدرب اصلا حتى لما كان في لاتسيو ومر من الانتر والميلان باستثناء موسم وحيد مع الميلان في الدوري وفاز به لعده ظروف، بعد ذلك لم يقدم اي شيء ولا يعتبر من المدربين الكبار. فاستغربت لماذا اختار النصر ستيفانو بيولي. في بعض القرارات وبعض التغييرات في بعض الاحيان تكون عندها نتائج سلبيه عندما لا يكون هناك استقرار اداري ولا يكون هناك استقرار فني، فبالتاكيد يعني النتائج الرياضيه ستكون دون المستوى.